السلام عليكم. اسمع ابن عمي، اسمع. وصل وصلت الممارسة في الإعلام الرياضي أننا لدرجة ونقدر نقول أنه الأمن القومي ولا في خطر. عاود سمع هادي. والله فريق وطني رجعوها قضية وطنية، ونقصوا صباح مساء قلوب وعقول المواطنين، ونحبط من المعنوية تاعهم. هذا أمن قومي مستهدف بشكل يعني ما فيش نقاش. مزيان، خليك معايا. وزير الاتصال الجزائري يخرج عن صمته بعد أن صار الأمر فعلا يهدد الأمن القومي في الجزائر. بعد أن صار الأمر فعلا يهدد بقطائع دبلوماسية قد تحدث مع بعض البلدان بسبب الإعلام الرياضي. البلاطوهات نتاع الزيقو، البلاطوهات نتاع العار، جابوا العار للجزائر داخليا وخارجيا. هذا باعتراف وزير الاتصال الجزائري محمد العقاب. طبعا الخرجة نتاع محمد العقاب وقعت لسببين اثنين غادي نقولهم لكم من بعد، لأنه قد يبدو أن هذا الشيء فيه لقاء مع الصحفيين الرياضيين، حقا ما حقا راكو عيقتو كتستضفوا اللي بغيتو، الناس من هبه ودبه في البلاطوهات وما إلى ذلك، في إطار أنه الناس باغية تنقي المشهد الإعلامي. لا، ماشي هو هذا السبب. السبب ابن عمي هما سببين. الأول هو الأزمة تاع بالماضي. الأزمة تاع بالماضي أثبتت أن ثمة تيارين على الأقل متصارعين جدا في الجزائر. تيارين، واحد كيلعب على القضية ديال كرة القدم، نقنفليو الإنجازات باش نبردو الشعب لأن ما كايناش إنجازات أخرى من غير هاد الشيء تاع بالماضي. وتيار آخر باغي يهرس هاد التيار اللي باغي يلعب على كرة القدم، وبالتالي باغي يهرس بالماضي حسب ما يقوله الطرف الأول. داك الشيء علاش كيسميوه مؤامرة لضرب بالماضي وكرة القدم الجزائرية. إذن هاد الشيء داخل بيناتهم. وهاد القضية ديال بالماضي يمشي ما يمشيش خلقت شرخ داخل الشعب الجزائري. صار الشعب الجزائري مقسوما إلى نصفين، نص مع بالماضي ظالما أو مظلوما، والنص الآخر ضد بالماضي وخا يدير لهم اللي بغا يدير. وقع هاد الشرخ لداخل، فالنظام أخيرا تخلع. كنتكلم عن النظام الظاهر السطحي ماشي العميق، لأن الصراع أصلا هو كاين بين هاد الدولة العميقة وبين هاد الناس اللي كنعرفوهم حنا كوزراء ولا تبون ولا السياسيين اللي كيتشافوا واللي كيمارسوا السياسة العادية والعين باين. السبب الثاني يا بن عمي هو أن الفضيحة نتاع الإعلام الجزائري ما بقاتش فقط معروفة لدى المغاربة وفقط بحكم الاحتكاك نتاعنا معهم، لا، صارت فضيحة عالمية دولية، انتقلت إلى مصر، انتقلت إلى تونس، ولكن الأخطر من كل هذا وذاك انتقلت إلى قنوات أخرى عبر العالم، في فرنسا، إسبانيا، أمريكا، روسيا. كل شيء ولاو كيضحكوا على هذا الإعلام العبيط. والخرجة نتاع جوج ديال يعني شخصيات مهمة جدا في العالم نتاع كرة القدم. أنا نعطيكم السمية ديال الأول وغنسمع لكم واحد المقتطف من داك الشيء اللي قالوا. هاد المستشار الرياضي دولي سميتو بيير مينيس. نسمعوا شنو كيقول بيير مينيس. C'est sur la plus grande chaîne privée algérienne où il y a des mecs qui ont carrément été dire que c'était un complot d'Israël et des Nations Unies si l'Algérie avait été victime d'erreurs d'arbitrage dans cette CAN. Donc on croit. دابا بن عمي ديالي غادي نسمع لكم واحد آخر، وهو كان مدير فني للمنتخب الجزائري سابقا لمدة 3 سنوات حين كان بالماضي لاعبا وعميدا للفريق الجزائري. واسمعوا شنو كيقول على داك الشيء اللي واقع في الجزائر، ماشي دابا، لا لا لا، الشيء قديم عندهم وما عمرو غيسالي. اسمع. Sur l'Algérie, j'y ai travaillé pendant 3 ans. L'Algérie, c'est impossible. C'est impossible à y travailler, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai un ami de Jamel Belmadi.
Je l'ai eu comme capitaine, quand j'étais manager de l'équipe nationale. Il y a une telle pression, pas que du peuple, des médias algériens qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi et qui mettent une pression. Et alors, je vais au bout, t'as pas des instances qui disent à un moment, on va se calmer. داكشي اللي حنا عارفينه لان الاحتكاك نتاعنا معهم ماشي فقط في الرياضه، بل منذ سنوات وبداوها بداك التهجمات العبيطه على الرموز نتاع بلادنا في قناه الشروق اللي دارت داك الفضيحه، واللي الان ولاو كيتشكاو بعد ما رباو هاد الغول اللي غادي ياكل الجزائر من الداخل، غادي ينخر الجزائر من الداخل. مزيان، نتوما ربيتوهم على الحقد والسب والقذف، ها هما ولاو كيقذفوا اخرين، ها هما ولاو كيجبدوا لكم مشاكل دبلوماسيه مع دول اخرى، وها هما ولاو كيهددوا الامن القومي كما قال وزير الاتصال، لان بين الفرق الرياضيه داخل الجزائر الجهات والمناطق كاين هاد العنصريه المقيته اللي غرسها هاد النظام العبيط باش يهرس الجزائر من الداخل. من الاخر هاد الشيء العقلاء في الجزائر عارفينه، ولكن للاسف العقلاء قلال، لانه تم الاستثمار في الجهل والتجهيل، في عقليه التبرير والتبريد والتبرديع. سنوات وعقود هما كيبردعوا في الشعب البسيط العادي عبر اعلام كله غل، كله مؤامرات، كله قذف، كله جهل، كله عبط، كله غباء، لدرجه ان الفضيحه كما قلت الان ما بقاتش يعني اقليميه، عارفينها توانسه والمغاربه. دابا وصلت لموريتانيا، النموذج ديال داك اللي تكلم عليه هذا الوزير هذا ديال الازمه الدبلوماسيه كانت غتوقع مع موريتانيا بالضبط. 3 الخرجات اعلاميه كادت تعصف بالعلاقات الموريتانيه الجزائريه. دابا خارجين كيعتذروا بطريقه واحده اخرى، لان موريتانيا محتاجينها وغتلعب عليهم العشره بطبيعه الحال في اطار المصالح نتاعها كدوله، حتى هي ما بقاتش تابعه لذاك العبط ديال كورغوليستان. ثم دول اخرى، غامبيا نموذجا، الكاميرون نموذجا، الكوت ديفوار نموذجا. الفضائح نتاع هذا الاعلام والفضائح نتاع داك الغيلان اللي رباهم هذا الاعلام في مواقع التواصل الاجتماعي، صوفيا بلمان نموذجا، وقبلهم عارف مشاكرة نموذجا. ها هي النتائج الان كيحصدها هذا النظام العبيط في شعب صار يعني للاسف الشديد قادرا على انه يصرف واحد الشحن خايبه بزاف، حتى لو تعلق الامر بايذاء السمعه نتاع بلادو والصوره نتاع بلادو والامن نتاع بلادو اللي هي الجزائر. اذا ما فيها باس ابن عمي تذوقوا شويه من السم اللي بغيتوا تجرعوه الاخرين واللي ردوه لكم هاد الاخرين. كنتكلم على المغاربه، وغير مواقع التواصل الاجتماعي، غير بتليفونات والرشارج نتاع 20 درهم كالينكم كاملين، وبينا هاد الشيء اللي الان كتعترفوا به وفضحناه ومازال غيتفضح، لانكم غتبقاو هكذا، لان اللي ما مربيش راه ما مربيش، واللي جاهل غيبقى جاهل، واللي عبيط غيبقى عبيط، واللي ما عارف مصلحه بلادو راه ما غيعرفهاش. علاش؟ لان ربيتو فيه ديك القضيه ديال حنا شواكر، حنا واعرين، حنا مجهدين، حنا هادي حنا هادي حنا هادي. داك التمجهيد الخاوي كيدي في الاخير الى ان الحيه كتعض الذيل نتاعها. فاحذروا، لانكم الان قد بداتم مرحله العض في جزء من اجزاء جسمكم. ايا باي، بسلامه، باي 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 باي.